السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. معاكم مصطفى. النهاردة معانا شاشة بريمة 50 بوصة LED. العميل بيشتكي إن بعد تشغيل الجهاز بساعة كده الصورة بتقف، بتهنج كده وبيجي خطوط في الشاشة، وبيقول إن الألوان بتخش في بعضها. فشغل بس الجهاز شوية إن شاء الله، وأول ما المشكلة تيجي أصورها لكم وتابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب. أنا شغلت الجهاز يعني ساعة إلا ربع كده، لقيت المشكلة ظهرت. الصورة وقفت اهي، وفي هنا خط عريض كده في النص، ألوان كلها داخلة في بعضها زي ما انتم شايفين. وبصوا هنا حتى الوضع عامل ازاي، الألوان زي ما تكون سايحة على بعضها. هنفك كده الجهاز ان شاء الله، نشوف ايه مشكلته، وان شاء الله يكون خير. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت الجهاز. دي طبعا كارتة المين، ودي كارتة التيكون، ودي الفلاتات طبعا اللي رايحة للبانل. شايفين طبعا كمية التراب اللي على الجهاز. نفك بس الجزء المعدني ده عشان نبص برضو على مسطرتين البانل. لازم المشاكل اللي زي دي يا شباب برضو نبص بصة سريعة كده على كل القطع الإلكترونية. نبص على كارتة المين، نشوف فيها حاجة مش طبيعية. ونبص على التيكون برضو، ومسطرة البانل برضو نبص عليها، ان المشكلة ديت بتحصل بسبب حاجات كتير. اوقات بتحصل من بوردة المين، واوقات بتحصل من التكون بنسبة كبيرة طبعا، واوقات بتحصل من مسطرة البانل. بس طبعا المشكلة دي من اصعب المشاكل، لان هي ما بتبانش الا بعد فترة من تشغيل الجهاز. فلازم طبعا نجرب ونشوف ساعة المشكلة يعني في ايه مكون على الجهاز هو اللي السبب فيها. فكنا الجزء المعدني اهو. شايفين كمية التراب اللي على الجهاز. في المشاكل اللي زي ديت قبل اي حاجة يا شباب، زي ما اتعودنا ان احنا بنبتدي بالسهل الاول. طيب ايه هو السهل اللي نعمله؟ ان احنا قبل اي حاجة بننضف الفلاتات دي كلها ونغسلها. واي فلاتات الVDS، فلاتات البانل، كل دوت بنمسكه ننضفه الاول، وبعد كده بنجرب. لان نفس المشكله طبعا بنضطر بقى ايه نجس طبعا كل الايسيهات اللي هي على بوردة التكون هنا، وطبعا المعالج بتاع المين بورد ده برضك اوقات مش بيستبعد من المشكله دي. بس الاول زي ما قلت لكم ان احنا نبتدي بالحاجات السهله الاول. بس قبل ما ابتدي باي حاجه، بس انا عايز اجرب كده ونهز الفلاتات بتاعه الجهاز، عشان اوقات بتيجي برضو المشكله ديت من الفلاتات دي او كابل الVDS. الجهاز هنا كده فتح عندي، اهو نهز الفلاتات هنا كده. يا شباب في مشكلة في الفلات اللي هي بتاعت الكابل الVDS. ارفع الشاشة بس.
اوريها لكم. انا رجعت لكم تاني يا شباب، معلش على ما وقفت الجهاز عشان بس ماسك الكاميرا بايدي. كابل ال في دي اس اللي واصل من المين بورد للتكون. لاحظت ان انا لما بهزه هو اللي بيعمل المشكله ديت. طبعا معايا كده، انا دلوقتي ههزه اهو. خدت بالكم يا شباب؟ خدت بالكم اللي بيحصل لما بهز كابل ال في دي اس؟ فهفكه كده كابل ال في دي اس، ننضفه كويس وانضف بقيه الفلاتات اللي رايحه للمسطره البانل، وارجع لكم تاني. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما نضفت الجهاز. نضفت انا الكابل ال في دي اس والفلاتين اللي رايحين على مسطره البانل، ومن على المسطره هنا برضو نضفته كويس ناحيتين. هقفل الجهاز واسيبه شغال فترة كده، نشوف المشكلة اتحلت ولا لأ. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما قفلت الشاشة وسبتها شغالة دلوقتي أكتر من ساعة ونص أهو، ساعة 35 دقيقة أهي، وشغالة الحمد لله. الصورة ما وقفتش وما هنجتش ولا جابت أي خطوط ولا أي مشاكل في الصورة. زي ما انتوا شفتوا كانت المشكلة في الكابل ال في دي اس. نضفناه ونضفت طبعا الفلاتات اللي بتودي على المسطرتين بتوع البانل، والحمد لله الجهاز شغال زي الفل اهو. يا رب نكون استفدنا من الحلقة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.